تخيل لما سألت الذكاء الصناعي عن معلومات نادرة عن صدام حسين، تخيلوا جاب لي ايه؟ لو حابب تعرف خش. قال لي ان صدام حسين شخص متواضع جدا، وكان بيعتبر نفسه جزء من الشعب العراقي، وبيحب يعيش زي الناس العادية في بيوتهم البسيطة، وكان مشهور ان هو اللي بيرمي زبالة بيته بنفسه في شوارع بغداد، مش بيرميها في الشوارع يعني في سلة الزبالة. ولما كان صغير اتغصب ودخل حزب البعث المناهض للحكم الملكي في العراق، وكان بيحب يلعب كرة القدم وبيتكلم انجليزي كويس جدا، وكان بيحب الغنى جدا والموسيقى، وكانت في بيته آلات موسيقية كتير، وكان بيفتخر بعلاقاته الكويسة مع الامريكان، وده راجع علشان كانوا بيدعموه في حربه ضد ايران. ناس كتيرة كانت فاكرة ان ثروة صدام حسين كبيرة جدا، لكن ده مش صحيح. بيمتلك صدام حسين اقل من 2 مليون دولار، مش زي ما كان بيتقال عليه. صدام حسين كان بيحب افلام الحروب، وكان بيحب جدا شخصية القائد النازي ادولف هتلر. صدام حسين كان بيحب العسكرية جدا، وكان جنرال بيعشق العسكرية. تفتكروا الذكاء الصناعي جاب معلومات صحيحة عن صدام حسين ولا لا؟ وحابين اسأل الذكاء الصناعي عن ايه في الفيديو اللي جاي؟ لايك ومتابعة للصفحة. اشوفكم على